الفيديو ده انا كنت عايز اعمله من زمان بصراحة، لان حاسس ان فعلا الحاجة اللي بتفيدني احاول افيد بيها غيري، ده بيريحني وبيخليني عايز اعمل فيديوهات اكتر عن المواضيع دي. والنهاردة جاي لكم بثلاث كتب. الثلاث كتب دول كل كتاب مختلف تقريبا، ولكن كل كتاب ليه اللمسة بتاعته في حياتي وفعلا غيرني للاحسن. فاول كتاب معانا وهو نقطة التركيز. الكتاب ده اتكلمت فيه في فيديو قبل كده عن ازاي ان الكتاب ده فعلا غير حياتي وخلاني قادر ان انا اقدر احط خطط، اقدر ان انا اطور من نفسي، افهم دماغي اكتر. فانصح ان انت تقراه جدا. تاني كتاب معانا وده المفضل لقلبي وهو التغيير للافضل، اعداد فريق اخضر، نفس القافية بقى وكده. فالكتاب ده سلس جدا ومش هتمل منه، لان بيحكي لك في كل فصل من الكتاب قصة وازاي الناس دي برضو كانت بتعاني زيك ووصلت للي هي عايزاه من خلال 1 2 3، من خلال الترتيبات اللي هم اللي المفروض يعملوها. فبيديك شوية حاجات بسيطة كده ازاي تعملها زي ما الناجحين عملوها، فانت كمان تقدر تعملها. فكتاب بسيط وسلس تقدر تقراه في اي وقت، مش ممل، مش محتاج تفكير، مش محتاج بقى اضاءة معينة والحاجات دي كلها. فكتاب انصح بيه جدا، وده من افضل الكتب برضو اللي غيرتني ووصلتني للاحسن. نيجي بقى لتالت كتاب وده اهمهم في تعلم اللغة الانجليزية. انا الكتاب ده في الاول اشتريته عشان اقدر اقرا. انا كنت واقع في القرايه، ما كنتش بعرف اقرا انجليش خالص، ما كنتش بفهم، لان انا مجال شغلي كله بالانجليش. يعني انا مجال التدريب كله انجليش، مفيش حاجه عربي، ولو ذاكرتها بالعربي هتبقى صعبه عليك بالانجليش. فلازم يبقى في دمج ما بينهم، والاكتريه تبقى باللغه الانجليزيه. فالكتاب ده انا جبته من زمان جدا، من ايام ما كنت في الجامعه، يعني من 6 سنين 7 سنين كده كنت جبت الكتاب ده وحاولت ان انا اقراه، ولقيته بسيط جدا ونفس الفكرة بتاعت ان هي عبارة عن قصص بيحكيها. والكتاب هو اكيد كلكم عارفينه وهو وندر. الكتاب ده حرفيا من جماله انا قريته كذا مرة. الكتاب ده كان الغرض من القراية بتاعته ان انا اعود نفسي على الجرامر، والجرامر بيتكلم عن ايه، واتوز بتتقال امتى، وتومورو تتقال امتى، وشودنت وديدنت والحاجات دي كلها تتقال امتى، عشان اقدر اكتب الانجليش بشكل مظبوط. فده كان الغرض من شراء الكتاب ده. فاي حد بيحاول يتعلم انجليش، حتى لو عايز يتعلم قرايه او كتابه او حتى ان هو يسمع، الكتاب ده حرفيا من بساطته انت تقدر تخلصه في يومين او 3. قصصه سهله جدا. هو بيحكي عن طفل، الطفل ده مولود بعيب خلقي، فبيحكي لك قصصه في المدرسة، ازاي بيتعرض للتنمر، ازاي كان خايف، ازاي بعد كده واجه الحياة بالعيب الخلق اللي عنده ده وبقى مؤثر في المجتمع. فالقصة بيحكيها لك الكتاب ده بشكل بسيط وسلس وحلو جدا، تقدر ان انت تقراه. فحاولت ان انا اديكوا بس شوية كتب كده بسيطة غيرت في تفكيري، ومع العلم دول اوائل الكتب اللي انا قريتهم في حياتي. اول كتاب كنت قريته في حياتي كان نقطة التركيز. ده انتوا زي ما انتوا شايفين متمرمط، متقطع من هنا وبايظ، وقع عليه قهوة مرتين 3 من كتر ما انا بقراه. يعني لعل وعسى حد يستفيد. زي ما قلت الفيديو ده انا كنت عايز اعمله من زمان ومتشوق ليه، لان انا مش بتكلم في العادة في حاجة بره مجالي. قلت ليه لا، ليه ما جربش نوع جديد من المحتوى، لان فعلا ممكن ده يفيد الناس، وممكن ده يبقى الجزء اللي الناس حابه مني او حابه ان هي تسمعه مني. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وبس كده، سلام.